أهلا وسهلا فيكن بمطبخ شهية. بحلقة اليوم رح نحضر تشيز كيك ولا أسهل. بتتميز هالوصفة بمقادير بسيطة وموجودة دايما بمتناول كل ربة منزل. لتحضيرها ما رح نحتاج لأكتر من حليب، زبادي وأي نوع بسكويت. نحن اخترنا نزين التشيز كيك بالكراميل، لكن بتقدروا تتفننوا وتضيفوا عليه لمستكن الخاصة. لتحضير التشيز كيك بالكراميل منحتاج 4 علب بسكويت دايجستيف أو بسكويت عادي، 200 جرام زبدة مدوبة، ظرف كريم كراميل بودرة، كوبين حليب بودرة، كوب مي ساخنة، كوب لبن زبادي، نص كوب سكر. يلا نحضرها. نبدأ بتحضير طبقة البسكويت. بالخلاط الكهربائي نوضع البسكويت ومنطحنه ناعم. منسكب البسكويت المطحون بوعاء، منضيف عليه الزبدة ومنخلطهم جيداً حتى يتشرب البسكويت كل كمية الزبدة. نسكب الخليط بقالب خاص بالتشيز كيك أو بصينية بيركس في حال ما انوجد عنا. منرص الخليط بالتساوي بأسفل القالب ومنوضعه جانباً. مندوب بودرة الكريم كراميل بالمي الساخنة ومنتركن حتى يبردوا. ننتقل لتحضير طبقة الكريمة. بوعاء نوضع السكر، الزبادي والحليب ومنخفقن بالخفاقة اليدوية حتى نحصل على خليط كثيف مثل الكريمة. نسكب الخليط فوق طبقة البسكويت. منوزعه بطريقة متساوية ومنتركه بهالشكل لمدة 5 دقايق. من بعدها نسكب الكريم كراميل على وجه التشيز كيك ببطء حتى ما ينخلط الكريم كراميل مع طبقة الزبادي والحليب. نوضع القالب بالفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل. للتقديم ممكن نزين التشيز كيك بأي طريقة منحبها ومنقدمه. ما تنسوا تكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات وتعملوا سبسكرايب لقناة شهية على يوتيوب. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.